كل سنة وكلنا طيبين يا أحسن ناس في الدنيا، ويا رب يعود علينا الأيام بخير. طبعا بمناسبة عيد الأضحى، وعيد عندنا يعني فتة، وفتة يعني لحمة، ولحمة يعني شوربة جميلة جدا. النهاردة هنعمل فتة حلوة قوي زي الكتاب ما بيقول بالظبط، وهنعرف ازاي نسلق اللحمة صح عشان نطلع منها أحلى شوربة. حلقتنا النهاردة قوية جدا. شايفين الجمال؟ الفتة كما تجب أن تكون. بس قبل ما ابدا الفيديو، لو اول مره تشوفوني، انا اسمي اسماء. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه ولايك وشير وفعلوا الجرس عشان توصلكوا اشعارات بكل وصفاتي. بصوا يا جماعه، زي ما اتفقنا ان العيد اول حاجه بنفطر بيها هي الفته، فلازم نعملها حلوه قوي. لازم نسلق اللحمه بطريقه حلوه، يعني بطريقه صح. في ناس كتير قوي بتشتكي انها بتجيب قطعيه لحمه حلوه، ولكن بعد ما بتسلقها بتبقى بتشد منها. ده مش عشان اي حاجه تاني، لا، عشان احنا بنسويها غلط. اللحمه بتطلع دايبه ومستويه بالطريقه دي حلوه جدا. بصوا، اول حاجه هنا معايا رفعت الحله بتاعتي 3/4 ميه على النار، نزلت فيها بقى ببصل وطماطم وجزر، ورق لوري، واحد فلفل سبايسي، حبهان، وسبت الميه. اول ما بدات في الغليان نزلت باللحمه بتاعتي. اول 5 دقايق يا جماعه على نار عاليه جدا لحد ما طلعت الريم ده، وشلته بالمعلقه طبعا ورميته. اول 5 دقايق لسوى اللحمة وبتطلع دايبة زبدة زي ما بيقولوا، على نار عالية اول 5 دقايق. وبعدين بقى بنهدي عليها النار جدا وبنغطيها بالغطا بتاعها، وبنسيبها بقى تستوي براحتها. يعني خدت بقى ساعة، ساعة ونص، ساعتين. ما تستعجلوش في سوى اللحمة، لانكم لو استعجلتوا وسبتوها طول المدة على نار عالية بتطلع بتشد يا جماعة، ولونها بيغير. ونزلت عليها بمعلقتين من السكر، معدل معلقة كبيرة، وده بيساعدنا في سوى اللحمة. وما بنضيفلهاش طبعا الملح غير بعد ما بتستوي تماما. ودلوقتي بقى هنعمل الرز المصري الشهير الابيض بتاع الفتة. رفعت الحلة بتاعتي على النار ونزلت فيها بربع كوباية من زيت الذرة. مش هضيف زبدة بقى ولا اي حاجة، عشان انا عايزة الفتة دي تبقى نسبة الدهون فيها قليلة جدا. ده زيت ذرة خالي من الكوليسترول، فمش ضار يعني قوي بالصحة. وما نكترش برضو الكمية. انا عايزة الفتة بتاعتي تبقى خفيفة عشان اللي ياكل منها مرة واتنين ما يتعبش. بصوا بقى، وهنقلب الرز ده كويس جدا بالمعلقة لمدة 3 دقايق على نار عالية، عشان انا عايزة الرز ده يطلع مفلفل جدا. بصوا بالطريقة دي زي ما انتوا شايفين. مش هضيف له اي حاجة بقى طبعا غير الشوربة. عايزة اقول لكم اللحمة دي ادتني طبق شوربة رهيب بجد يا جماعة، حكاية. طبعا الحاجات اللي انا بضيفها في الشوربه بتدي للشوربه طعم يجنن. طبعا قطعيه اللحمه زي ما انتوا حابين تقطعوها، يعني اي نوع انتوا تفضلوه. وضفت لها الشوربه بتبقى اعلى من الرز بحوالي سنتي واحد. انا عملت كيلو الا ربع من الرز، انتوا بقى اعملوا اللي يريحكم. اول 3 دقايق او 4 دقايق على نار عاليه للرز، وبعدين بنهدي عليه النار شمعة ونسيبه يستوي براحته. وهنا بقى الصلصه اللي بالخل والثوم الرهيبه. بصوا، رفعنا الحلة على النار ونزلت فيها ب4 معالق من الزيت ومعلقة من الثوم المفروم، وقعدنا نشوح في الثوم لحد ما ادانا اللون الذهبي. ونزلت بلتر من عصير الطماطم مفرومة ناعم، بابريكا بقى ومعلقة سكر عشان تعدل الحموضة، وملح، وبس كده. ممكن بقى بعد ما تغلي يعني بسيبها تغلي غلوتين 3 وبنقفل عليها، مش بتسبك طبعا زي صلصة المحشي. ممكن بعد ما نقفل عليها نضيف لها ربع معلقة من الفلفل الاسود وربع معلقة من الكمون، وبس كده. حرفيا الصلصة دي يا جماعة ريحتها قلبت العمارة بأكملها، مش شقتي بس. معلقة السكر دي طبعا بتعدل الحموضة. بعد ما بناكل الفتة منتعبش ابدا. والعيش اللي بحمص فيه ده بقى، رفعنا الصينية على النار ونزلنا بمكعب زبدة كبير كده محترم، ومعلقتين من زيت الذرة. ومعايا هنا 3 رغيفة من العيش البلدي. ده عيش بلدي يا جماعة مخبوز في البيت، وممكن عيش اللي بنجيبه من السوبر ماركت او من الفرن، اي عيش. بنحمص فيه لحد ما نوصل للون الذهبي. وهنا بقى اللحمة بتاعتي كانت استوت دايبة زبدة. وخرجتها كده من الشوربة في صينية، ورفعت الجريل بتاعي على النار من غير ولا نقطة زيت ولا حتة زبدة. والجريل سخنته قوي على نار عالية، وبعدين نزلت بقطع اللحمة بتاعتي. انا عايزة اديلي اللحمة كده تشويحة على الوشين، وعايزة اللحمة تنزل اي دهون فيها. بصوا، انا ما بسيبهاش كتير، يعني حرفيا مكملتش حوالي نص دقيقة.
الجريل سخنة جدا، او صينية تيفال او صينية غير لاصقة، ما تكونش صينية ألمونيوم طبعا عشان اللحمة ما تلزقش فيها، عشان احنا مش حاطين اي نسبة دهون بس. وبنهزها كده في الجريل زي ما انتوا شايفين، هتاخد لون من على الناحيتين، بتطلع حرفيا حكاية زي المشوية بالظبط. نديلها رشة فلفل اسود ورشة كمون وشكرا. بصوا بقى العيش متحمص باللون الخطير اللي انتوا شايفينه ده. وهنا ضفت له طبعا كوبايه ونص من الشوربه. انا ما بحبش ازود الشوربه، بحب العيش بتاع الفته يبقى فيه سنه قرمشه، ما بحبوش ملظلظ كده يا جماعه ومعجن بس. وبعدين بقى ايه، نزلت بكميه الرز اللي انا عايزاها. ده طبعا طبق التقديم. بنخلي العيش باين كده من الطروف عشان دي فتة، مش عايزين نغطي العيش كله بالرز. بعدين بقى بنضيف لها الصلصة الرهيبة اللي ريحتها قلبت العمارة بأكملها، بأي طريقة بقى انتوا تحبوها. والصلصة طبعا زي ما قلت لكم ما بنسيبهاش تتسبك زي صلصة المحشي، لأ بتغلي بس غلوتين 3 وبنقفل عليها على طول. طبعا بعد ما التوم اتشوح بننزل بربع كوباية من الخل، ده أساسي، يعني بنطش التوم بالخل. مش قادرة اوصف لكم يا جماعة الجمال بجد. الفتة كما تجب ان تكون رهيبة، واللحمة دي حرفيا الناس كانوا فاكريني ان انا شوياها وبس كده. كل سنة وانتم طيبين، وعيد اضحى سعيد عليكم يا رب، على الامة الاسلامية جميعا. اتمنى يكون عجبكم الفيديو. ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير وفعلوا الجرس عشان توصلكم اشعارات بكل وصفاتي. ما تنسوش تحطوا تطبيقاتكم على الجروب بتاعي على الفيسبوك. وبعتذر للمرة الاخيرة ان انا نزلت الفيديو متأخر.